بص، انت ممكن تكون سبب انك تغير حياة ناس كتير جدا عاوزين يعملوا دايت بس مش عارفين يبداوا ازاي، مش عارفين يروحوا للدكتور، في مشكلة مادية، مش عارفين يشتروا اكل الدايت كتير. فالفيديو ده هنقول فيه دايت اقتصادي من غير اي تكاليف، من غير ما تعمل تحاليل، من غير ما تروح لدكتور، من غير ما تشترك في الجيم، من غير ما تشتري اكل دايت غالي ورخم وهات 100 جرام مع مش عارفة من شوفان عشان تعمل معاها ايه. انا هلم لك في الفيديو ده كل النقط دي وهقول لك ازاي نعملها كلها من غير ما تصرف اي حاجة. فالاول بزرار واحد بسيط ممكن تغير حياة حد، فياريت لايك وشير للفيديو ده عشان ينتشر لاكبر قدر من الناس، حتى اللي انا وانت مش عارفينهم بس احنا ممكن نكون سبب ان حياتهم تتغير بجد. ساعات بيجي لي مسجات: انا عاوز اخس يا دكتور بس انا عاوز دايت يكون حنين شويه من الناحيه الماديه، انا عاوز اخس بس انا مش بحب البروتين، انا عاوز اخس بس انا مش هعرف اعمل تحاليل. فبص كده، انا هقول لك دايت من غير اي تكاليف. بص، انت ينفع تخس من غير ما تدفع فلوس للتحاليل وتدفع فلوس عاليه قوي عند الدكاتره، وينفع تخس من غير ما تشترك في الجيم، وينفع تخس من غير ما تقعد تجيب لحمه وفراخ واكل الدايت المكلف. فخليك معايا واحده واحده، هلم لك كل دول في الفيديو ده. بص يا صديقي، اساس اي دايت ناجح واساس اي حياه صحيه هي الامتناع. يعني مش هنشتري بقى، مش هنجيب حاجات، مش هنجيب ايه، مش هنجيب سكر خالص بغض النظر عن ازمه السكر، مش هنجيب سكر، مش هنجيب عصاير، مش هنجيب عسل، مش هنجيب دقيق ابيض، مش هنجيب اي حاجه من بره. واساس اي دايت هو الامتناع، فاحنا مش هنجيب دول خلاص، احنا بنوفر اهو. فدي رقم واحد. رقم اتنين، التحاليل. في احيانا الدكتور بيبقى طالب تحاليل، فانا هقول لك هنا هي التحاليل دي عباره عن ايه وتعرف ازاي اللي عندك وتعالجه ازاي. اول حاجه خلينا نقسمها 3 نقط اساسيه. تحليل بتاع الغده الدرقيه، ده تحليل مهم جدا. اعراض الغده الدرقيه واضحه، ان انت تبقى عندك كسل، خمول، شعرك بيقع، ضربات قلبك بتزيد، نومك مش منتظم، حاسس بخمول اغلب الوقت، واحيانا بتبان ان هنا بتحس فيه بتورم شويه. فدي اعراض الغده الدرقيه. لو انت عندك كل دول او حد في العيله عنده مشاكل في الغده الدرقيه، فهنا بس اللي تروح تعمل تحليل الغده الدرقيه، لان دي ليها علاقه بالهرمونات بتاعتك. طيب ايه تاني؟ بص بقى، مقاومه الانسولين السبب الشائع جدا بتاع زياده الوزن. طب نعرف ازاي ان عندنا مقاومه الانسولين؟ وحيد الوسط هو اللي زايد قوي، انا باكل سكريات كتير جدا ودي ابيض، انا حاسه بدوخ بعد الوجبه، دايما حاسه ان انا عاوزه اكل سكر، عندي زوائد جلديه او عندي حاجات سمراء في رقبتي. فدي الاعراض. لو هي عندك ما تعملش التحليل، وانا هقول لك في الفيديو ده نعالجها ازاي. النقطه الثالثه، ان عندك نقص حاد في الفيتامينات زي فيتامين د. يا عم بتعرض للشمس شويه وكل بيض اكتر شويه، وهات في دروب دي رخيصه جدا، ده فيتامين د، خد ازازه كل اسبوع او كل 10 ايام لو انت حاسه انك مش بتعرضي للشمس بصوره كافيه. فدي اول نقطه في الفيديو، تحاليل تعرف ازاي تتحرك ازاي. رقم 2، الادويه. عايزين نخس من غير، اقسم بالله ينفع تخس من غير ما تاخد حبايه واحده، فركز معايا هنا برضه. الادويه هنقسمها لحاجتين. اول نقطه فيتامينات ومعادن. انا مثلا فوق كل الفيديوهات قلت انك عشان تخس لازم تكون بتاخد فيتامينات ومعادن كويس، هقول لك تعملها ازاي من الاكل وتنوعها ازاي. تاني نقطه، عايز حاجه تزود الحرق. الحاجات اللي بتزود الحرق، الادويه ذات نفسها فيها يا اما حاجات فيها كافيين كتير زي الشاي الاخضر، يا اما حاجات بتزود درجه حراره الجسم الداخليه زي القرفه والجنزبيل. فدي اصلا ينفع ناخدها زي ما هي كده. ينفع قبل ما تروح تتمرن مثلا تلعب رياضه بتاخد كافيين زي ايه، زي القهوه مثلا، زي القهوه الخضراء عادي خالص. وممكن عشان نحافظ، لو انت عندك مقاومه انسولين وعاوزين نحافظ على مستوى السكر في دمك، بناخد قرفه. فينفع من قرفه من اي عطار تاخدها وتضيفها في يومك كله لو انت ما عندكش اي مشاكل في معدتك، فدي القرفه. فيبقى هنا قلنا ان لو انت عندك مقاومه انسولين هيبقى مستوى السكر فيه مشكله، فيبقى هناخد قرفه وهنشربها كذا مره في اليوم. لو انت بقى واحد بتلعب رياضه كتير وفي مجهود بدني وبتجري كل يوم او بتعملي اي تمارين في البيت، فهتاخدي الحاجات اللي فيها كافيين قبل التمرين. طيب الفيتامينات، بص لو عندكم نقص فيتامينات ومعادن اعملوا طبق السلطه ده بالاسلوب اللي انا هقوله لكم ده وهيفرق معاكم جدا. الاول احنا عايزين فيتامينات ومعادن ووسط دهني، الثلاثه احنا عاوزين 3. وسط دهني ده مهم جدا عشان امتصاص الفيتامينات والمعادن. طبق السلطه هتخليه اول حاجه الخضار هيكون 4 انواع، بس يا ريت يكونوا مختلفين والانواع غير بعض، تمام، والالوان غير بعض. تاني حاجه هنحط فيهم وسط دهني، هتحط لي بس معلقه زيت زيتون او معلقه زيت جوز هند على طبق السلطه. تالت حاجه هنحط احماض امينيه، دي هناخدها من ايه؟ هناخدها من اي بروتين نباتي. حط لي عدس على حمص شام في طبق السلطه بتاعتك، وتحفه. الاختراع ده هيشبعك وبتاخد منه بروتين كويس وينفع في الدايت. فيبقى طبق السلطه 4 انواع خضار مختلفين، اي وسط دهني، والاحماض الامينيه بنحطها زي العدس او حمص شام. ممكن تحط كمان جبنه قريش، هتشبعك وفيها بروتين كويس، وهيبقى طبق ده اصلا هنعتمد عليه. طيب
معلش انت بس انا عايزك ما تتوهش مني، ويا ريت تكتب دواء وتشير الفيديو. هقعد اقولها كل شويه لان ده فيديو يهمني جدا ان هو يوصل لكل الناس. احنا عاوزين نوفر، فقلنا ان بدايه الموضوع هيجي من الامتناع، مش هنشتري حاجه غلط. تاني نقطه التحاليل ولخصتها لك. تالت حاجه الادويه وقلت لك ان احنا ممكن نعملها ازاي. دلوقتي بقى الاكل. بص بدون حسابات معقده وبدون ان انا اقول لك انا عاوزك تجيب لي 100 جرام كذا على مش عارفه ايه، سيبك من دوت. اشتري خضار اكتر كل الانواع، اشتري فاكهه ونشويات اقل، البروتين الحيواني اللي هتقدر عليه هاته، كله ينفع، يعني فراخ ولحمه وكبده فراخ وكلاوي وقوانص ورجول فراخ وكل ده هاته، ما عنديش اي مشكله. بس اشتري دايما بروتين نباتي كتير، عدس، حمص شام، فول، دول خدهم بكميات كبيره، يعني اشتري منهم كتير. ودايما هتعمل لي ميكس مع بعض، هفهمه لك لما اقول لك الدايت، بس هتعمل لي ميكس مع بعض. يعني ايه؟ يعني هتحط لي مثلا انت هتاخد النهارده ربع فرخه او اقل من ربع فرخه، حط لي جنبها شويه عدس اسمر في طبق كده مسلوقين بس كده، عليهم اي حاجه، ده هتبقى وجبه جميله جدا وهتاخد منها كفايه جسم. طيب احنا هنعمل ايه بقى في يوم الدايت بتاعنا الجميل؟ الفطار هتفطر من غير اي نشويات، ودي نقطه مهمه جدا. يعني ايه؟ يعني افطروا بالمعلقه كده جبنه قريش او فول او بيض، معاها اي وسط دهني من اللي احنا قلناه اللي هو زيت زيتون او كده. بين الفطار والغدا ده الوقت اللي هناخد فيه فاكهه ومش هتبقى كتير. الغدا اهم حاجه في الغدا طبق السلطه بتاعنا، ده اصلا كلمه سر الفيديو ده كله. طبق السلطه ده اوعى تنساه، 4 انواع خضار مختلفين في اللون، معلقتين حمص شام، معلقتين عدس اسمر، معلقه زيت زيتون او زيت جوز هند او زيت حار حتى ينفع من دول، حته جبنه قريش، دي هتاخد منها بروتين كويس. معاها النشويات، بس النشويات بصوره متوسطه، مش زي ما كنت بتاخدها الاول، لا قللتها. فطار مفيش خالص، الغدا نشويات قليله شويه، وهتاخد معاها اي بروتين من اللي احنا عرفنا نوفره، لحمه وفراخ وسمك وتونه. لو دول مش موجودين ولا يوم خالص، خد من البروتينات التانية اللي احنا قلناها. وطبق السلطه ده اصلا هيغنينا. بين الغدا والعشاء ده الوقت بقى يا دكتور انت كنت بتقعد تقول لنا كله مكسرات وبتاع وانت مش عايز مكسرات. البديل بتاع المكسرات هيبقى لب سوري، يا ريت يبقى من غير ملح. لب السوري اللي هو عباد الشمس ده، تاخدوا حبه كده يعني ايه تلتين ايديكم في الوقت دوت. والعشاء هتاخد زبادي ومعاها خضار ومعاها اي بروتين برضو، فول، عدس، حمص شام، بيض، فراخ، سمك، تونه، اللي هتعرف توفر. سمك هتبولتي زي الفل وحلو خالص وينفع. فده تقريبا اليوم بتاع الدايت هيبقى عامل ازاي. احنا خلصنا التحليل والادويه والدايت. الرياضه هنعمل ايه؟ بص ابداها بالتدريج جدا. لو انت بتتفرج عليا دلوقتي ما بتتحركش خالص، اعمل لي 5 دقايق اول ما تصحى من النوم جري كده ايه في المكان، بسيط جدا جدا جدا. طب لو انت كنت بتعمل كده ومجهودك عالي، زود لي 5 دقايق على المجهود العالي. لو انت ما كنتش بتتمشي خالص بره، فروح مشوار نص ساعه مشي. طب لو انت كنت بتعملي نص ساعه، لما ترجعي البيت روقي كده بسرعه الترويق بتاعك، بس المره دي وانت عامله مجهود اكتر شويه، وانت ما بتاخديش فواصل وانت بتروقي، وانت رايحه جايه وداخله وبتاع. اتمنى يبقى في تمارين مقاومه دايما بتتعمل، هنحط لكم الفيديوهات بتاعتها من اول يوم في الدايت، لانها دايما بتفرق ان شكل جسمك يبقى احسن ومشدود، فدي برضو هنحطها. من الاخر الرياضه كل اللي انا عايزه انك تبدا تدرجها بصوره بطيئه جدا اكتر من اللي انت كنت بتعمله. كل شهر زود لي حاجه. كنت بتمرن 5 ايام في الاسبوع تلت ساعه، خلاص يبقى الشهر الجاي هتعمل ايه؟ 5 ايام في الاسبوع بس نص ساعه، وهكذا، ونبدا نحاول نعمل تدريج فيها. فيبقى كده خلصنا الجزء بتاع الرياضه. وهحط لكم في الكومنتات كارديو ينفع تتعمل وتمارين مقاومه، الاثنين هيفرقوا في ان شكل جسمك يبقى احسن وان نفسك يبقى احسن. خدوا نفسكم يا اصدقائي، وخليكم عارفين ان هي دي رحلتنا اللي هنبداها دلوقتي، اللي يمكن نبقى بنعاني فيها من ان اكل الدايت بقى مكلف، وان البروتين ما بقاش موجود دايما، وان احنا بقى عندنا مشاكل كتير في الحياه اليوميه بتاعتنا. بس خليكم مؤمنين ان انتوا تستحقوا الافضل، وخليكم مؤمنين اي خطوه هتاخدوها دلوقتي هتفرق لكم، ان دي حياتنا وده اللي احنا هنعمله في السنه الجديده، وده اللي هنعمله من اول ما شفت الفيديو. اتمنى تكتب لي تاريخ اليوم اللي شفت فيه الفيديو ده، وان انت هتبدا معايا فعلا تحسن اكلك وتحسن حركتك وتبقى فاهم كويس جسمك، وانا معاك خطوه بخطوه، مش هسيبك في الرحله دي. وزي ما قلت لك قبل كده، انا مش بس دكتور الدايت، انا صاحبك في الرحله. فيلا نبداها وان شاء الله نوصل لكل اللي نفسكم فيه.